عيد الأضحى يعني لحمة وفتة. لازم نكون بنعملها بطريقة تكون حلوة وصح، علشان خاطر وانتي بتاكليها تستمتعي بيها. تعالي اقولك هعمل ايه. اول حاجة هنا هجيب حلة واحط فيها معلقة من السمنة علشان ادي صدمة كده للحمة بتاعتي. اهم حاجة في الفتة هي الشوربة، لان هي اللي هتكمل لك كل حاجة مع اللحمة. لما تعمليها صح هتديكي نتيجة حلوة. فانا هنا بصدم اللحمة وبأديها كده تقليبة كده شوية لغاية لما تاخد لون من كل ناحية. وبعد كده بضيف ليها شوية بهارات كده حصى بتبقى حلوة. هي عبارة عن ورق لورا وفلفل أسمر حصى، وكمان عود قرفة خشب، بتخلي الشوربة حلوة. تظبطي الشوربة هتطلع معاكي مظبوطة. بكون محضرة مية مغلية، مش بحط لها مية ساقعة، مية مغلية وبحطها كده وبنزل عليها. وكمان بكون محضرة طماطمايه وبصلايه بحطهم عليها، بتدي طعم حلو قوي للشوربة وللحمة، بتبقى جميلة. بسيبها كده تاخد غلوة في الأول على نار عالية، بعد كده بهدي النار واسيبها تستوي على مهلها. وعبال ما اللحمة تستوي بحضر بقى ايه اللي هي طشة الخل والثوم. بحضر هنا معايا معلقة من السمنة، بنزل عليها بمعلقتين كبار من التوم المفروم. لو ما عندكيش توم مفروم جاهز، راس توم كبيرة كده حلوة وانزلي بيها. بحط عليها رشة من الفلفل الأسمر، بتخلي طعم الطشة حلو وريحتها كمان حلوة. بقلبها شوية تاخد معايا اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده، ما بغمقهاش اكتر من كده. وبعد كده اهو بنزل عليها بالخل حوالي كده تقريبا 4 معالق كده خل كبار، بتبقى معايا مظبوطة. ما تكتريش عن كده علشان ما تبقاش معاكي طعمها لاذع. شفتوا قلبتها كده شوية، هاخد بقى نصها واحطه على الشوربة. هنا انا كنت سويت اللحمة واستوت وبقت معايا تمام، وزي ما انتوا شايفين كده المرقة لونها حلو وجميل. هنزل عليهم بنص الطشة اللي انا جهزتها دي، والنص التاني هعمل فيه صلصة الفتة. بكون محضرة طماطم عصراها ومصفياها، مش عايزين فيها قشر ولا اي حاجة، وبروح حطها عليها وبقلبها كده شوية. مش بحط لها اي حاجة غير هو رشة من الملح ورشة كمان من السكر علشان تعادل الطعم وتبقى حلوة. هتتسبك معايا وتبقى جاهزة، وهي التومة فيها فلفل اسمر. وبعد كده بجيب بقى العيش. انا بحب اجيب العيش ده كده واروح مقطعاه واحمصه في الفرن. لو انتي حابة تقليه في الزيت اقليه، بس انا بحسه اخف وافضل وهو متحمص في الفرن. بقطعه كده زي ما انتوا شايفين. على بال ما يتحمص معايا هجهز بقى الرز. تعالي اقولك على تركية حلوة وانتي بتعملي الرز. الرز طبعا بيبقى من غير شعرية ومش متحمر، هو رز ابيض بتاع الفتة. بحط كده شوية من الزيت مع معلقة من السمنة، بيدوله طعم حلو، والزيت بيخليه مفلفل كده. وبنزل بقى بالرز اللي انا غسلاه ومصفيه كويس، ما بكونش نقعاه. وبدل بقى ما ازود له الميه بزود له شوربه. التركية دي مهمة جدا، ان انتي تعملي الرز بالشوربة بيفرق في طعمه حلو، بيخليه تحفة. هنا انا حطيت الرز وقلبته كده شوية، خليته كل المية اللي فيه تتبخر الاول وتبقى الرزاية بتخشول كده. وبعدين نزلت عليه بالشوربة وظبطت الملح بتاعه، بتخلي طعمه حلو قوي. انا هنا بصفي الشوربة علشان مبقاش فيه اي شوائب. ههدي عليه النار واسيبه بقى يستوي على مهله. ودلوقتي بقى بعد ما اللحمة معايا استوت وجهزت، هبتدي ان انا احمرها. حطيت معلقة كده من السمنة ونزلت باللحمة، حط عليها رشة من الفلفل الاسمر ورشة كده من الملح عشان اظبط طعمها. هقلبها واخليها تتحمر وتبقى جاهزة معايا عشان نكمل بقية طبقنا ونجمعه مع بعض. هنا انا كنت مخلصة الرز ومخلصة كمان العيش، فهبتدي ان انا احمره هو كمان في نفس السمنة دي. انا شلت اللحمة وجيت في نفس السمنة اللي كانت فيها حطيت شوية كده من العيش اللي انا حمصته، كنت محمصاه معاكم في الفرن. بقلبه تقليبة كده وبروح حاطة عليه كمان معلقة من الصلصة اللي احنا كنا عاملينها. بتفرق جدا جدا في طعم الفتة وطعم العيش لما بحط عليها معلقة الصلصة دي وكبشة كده من الشوربة. بحمرها شوية كده بقلبهم وهي على النار، علشان انا مش عايزة العيش يبقى طري خالص، بس عاوزاه يتطعم معايا. وهنا بقى هجمع الطبق معاكم. بصوا العيش ده اللي كان محطوط عليه الصلصة ومحطوط عليه الشوربة،
وهو كان على النار، فكان معايا لا هو طري خالص واتهرى ولا ان هو لسه ناشف زي ما هو. انا طعمته وفي نفس الوقت مخلياه فيه قرمشة شوية. طبعا الفتة احنا عارفين بتتعمل ازاي. بتحطي العيش وبحط عليها كمان الرز وبحط عليها الصلصة واحط على الوش اللحمة. انا بعد ما عملت معاكم الطبق الحلو الصغير ده قلت لا دي فتة بقى، ما ينفعش الاطباق دي، انا عاوزة اعمل حاجة كبيرة كده. رحت جايبة بقى الصينية وهوريها لكم دلوقتي، ورحت مكملة بقى فيها. الفتة لو انت هتاكليها على طول بعد ما بترصي الرز والعيش بروح حاطة عليها معلقة كده من المرقة او اكتر، على حسب ما بتحبي الشوربة تبقى فيها كتيرة ولا قليلة. انا حطيت بقى في الصينية اللي قلتلكوا عليها دي، رحت حاطة الطبق نزلته زي ما هو وكملت بقى بقية العيش والرز وحطيتهم عشان ايه اكل كده واستمتع بقى بيها. الفتة لو عملتيها بالطريقة اللي انا قلتلك عليها دي بأمانة هتطلع معاكي حلوة قوي قوي، ومفيش اي حد هياكل منها الا لما هيسألك انتي بتعمليها ازاي. تركية العيش مع الصلصة مع الشوربة دي وهي على النار في السمنة بتاعة اللحمة بتفرق جدا جدا في طعمها. والرز لما تعمليه بالمرقة بتاعة اللحمة بتخليلك طعمه حاجة روعة، اجمل من كتير من ان انتي بتعمليه بمية عادية. بأمانة بيبقى حلو قوي. وبرضو لما تظبطي اللحمة وتعمليها زي ما عملتها كده في الاول وتحمريها شوية هتديكي مرقة حلوة جدا جدا. يلا بقى جربوها وقولولي ايه رأيكم في طريقتي. كل سنة وانتوا طيبين، اشوفكم بخير، سلام.